السلام عليكم. عليكم شلونك السلام. قلبي؟ شلونك حبيبي؟ الله يخليك. اهلا وسهلا قلبي. احنا نريد نسوي تقرير على الادويه هنا، الناس اللي يبيعون الادويه هذه، فانا شو اريد من عندك؟ اريد من عندك انه انت بس تتفاعل ويانا. اتفاعل والله اتفاعل. اي يعني واي شيء نريد نسالك عنه على هذا الموضوع. انا بخدمتكم حبيبي والله بخدمتكم. اي يعني هسه بالبدايه هاي الكاميرا مالتنا هنا هاي. راح نشتغل. اي زين زين بس اريدك شوي تتركني مجال، يعني انا احكي ويا الكاميرا. اوكي لا ترتب، انت مرتب بالقاعك، ما يحتاج ما يحتاج. زين اليوم معنا ظاهره اخرى سلبيه. هي والله سلبيه، سلبيه والله سلبيه. هذه الظاهره هي بيع الادويه على قارع الطريق هديه والله هديه وخارج الصيدليات. احنا اليوم ويانا اقول لك ليش متوخر بس شويه، راح اسالك انا وراح اسالك بس انت وخر انطيني مجال حتى نقدر نحكي. يلا يلا راح اسالك اول سؤال. ماشي زين نسوي الهنكات وبعدين نربطهم. لماذا تبيع الادويه خارج الصيدليات استاذ على قارعه الطريق؟ استاذ هو لو اكو نظام وقانون يخلون واحد ما يسوى فلسين تافه مثلي لا حشاك يبيع على الشارع. لا وشنو على قارعه الطريق. نحن الان امام تساؤل كبير، وذلك التساؤل هو لماذا استاذ العفو بس عندي كلمه واحده. المواطن لديه كلمه، البائع لديه كلمه، الضمير بدا يصحو. ما هو السؤال؟ يعني انت ما احترمت الطريق، احترم القارعه. هذه والله هذه يا استاذ. انا اريدك تسكت. ها اوكي اذا هاي اضافاتك فاريدك تسكت. خليني انا أسكت. اكمل. اوكي وراها انت ايش عندك حكي انا راح اسالك. زين ماشي. اريد اسالك سؤال. اسال. اقول لك ما اسالك، خل احكي انا هنا، انت بعدين راح تداخل يا كيفك انا وياك. الكثير من المواطنين تعرضوا لتهديد صحي. هذه والله هذه الله يساعدهم. اقول لك انت تبيع لو تشتري؟ استاذ انا اقول لك مو خطيه الله يساعدهم. اي مو انت تبيع لهم ذول المواطنين، يعني انا اريدك افهمني، انا عندي مجموعه اسئله مجموعه سنوات اريدك تساعدني. اساعدك والله اساعدك. علينا ان نعي من هم الاشخاص الذين يبيعون هذه الادويه. متاذين استاذ والله متاذين. هذه والله هذه من هم متاذين؟ الناس اللي يبيعون يعني. لك ما بدي احكي على الجهد، ما بدي احكي، هذا لازم اكو تحصيل دراسي. يعني لازم انت تكون شهادتك مقاربه للصيدلاني، الصيدلاني لازم تكون. استاذ انا معدلي كان كلش قريب على الصيدله. مستحيل. اي والله. انت؟ اي. اذا هنالك قضيه ظلم اخرى. ايش قد كان معدلك؟ احكي للكاميرا. 52 بابا 52 هاي منطقه مو معدل حبيبي. استاذ مع الاسف واحب اضيف انه ما بيها فورتات. منين ما بيها فورتات؟ 52 منطقه. احنا تقريرا على وزاره النقل بابا. بابا بدنا نحكي تقرير طبي، بدنا نحكي على الباعة المتجولين. هاي بعد ما ضوجك باع المتجولين. هاي هذا الشخص الذي يبيع، هنالك فرق كبير بين شهادته وشهاده الصيدله التي تبيح له ان يتعامل بهذه المواد. 44 درجه. شوف استاذ وانا متحمل وساكت الحمد لله والشكر. متحمل شنو؟ انت بلسانك قلتها 44 درجه متحمل. درجه حراره هي الحمد لله والشكر استاذ. انت شنو الماده اللي نزلت معدلك اصلا بالاعداديه؟ لا استاذ انا طالب معهد. يا معهد؟ استاذ معهد تنقيه المعادن والمياه الجوفيه. هذا ماكو معهد ابويا. اي سدوه استاذ سدوه والله. سدوا المعهد؟ هذه والله هذه سنتين وسدوه. انت تحكي من انا اسالك غير واريدك تبتعد عني شويه من نحكي. من تسالني والله من تسالني. اريدك بس انا احكي واعزلني بعدين. اي عزله والله عزله يعني. كيف تصرفون هذه الادويه؟ شلون يعني؟ بس فهموني. لو انا احكي لو انت، لو انا اقدم لو انت. كيفك انت ايش تختار؟ لا مو انا اختار وانا مقدم، انا اسالك انت تجاوب. هاي جاوب والله جاوب. هل البيع هنا رسمي؟ لا غلط استاذ. يعني انت مقر بالغلط؟ طبعا طبعا استاذ. الان قدام المشاهدين اريدك تقول شيء مهم. شنو؟ ان انت راح تبطل بعد ما تبيع هنا. شنو استاذ؟ قدام الناس يلا. هاي انت قدامك قدام الناس كلهم تعزل نهائيا منها. قدام الاذاعه الفضائيه. نعم. انا اليوم راح اعزل. عافيه عافيه. بالخمسه الم الدخل واروح بالخمسه وربع ما تشوفني. اذا اعزائي المشاهدين راح نكسب الان. استاذ وبالسبعه الصبح باكر قل لي شلون اجي. شو يصير بالسبعه الصبح؟ والله الطريق والسيارات. السيارات شنو؟ استاذ هذيه والله هذيه. سيارات وين راح تجي؟ سيارات شو تسوي؟ يعني اجي افتح. شو تفتح؟ البسطيه غير. يا بسطين. هاي ما الدول. بعد انا ايش قلت لك انا؟
بعد انا ايش دا اقول لك انا؟ انا متاذب والله. لا حول ولا قوه الا بالله، انا ايش علي بك يا اخي؟ هاي عزله. وخر تختلتني، وخر. متى ستنتهي ظاهرة بيع الأدوية على الشنابر؟ استاذ وشنو الشنابر مو نظيفه والله، والرصيف فصل. زين يعني احنا نتمنى انه تجيبوا لنا شنابر حديثه، والله حديثه. هاك زين انت اختم التقرير لوحدك. هو لوحده، خليه لوحده. اعزلني اذيه والله اذيه.